اكتشفت ليلة الدخلة إن اللي أنا اتجوزتها مش امرأة، بلى ذكر، ولن أستطيع إن أدخل بها. أول ما دخلت الشقة معاها وقلت خلاص هبدأ أحلامي الوردية، وزي أي راجل بدأت أخطط وأفكر الأفكار كلها اللي في دماغي، لحد لما قالت لي أنا هدخل على الأوضة. قلت يا واد لنفسي بقى كده، أكيد داخلة تظبط نفسها، وأكيد بقى داخلة تعمل إيه شوية الحاجات اللي البنات هتعملها دي، وهتطلع بقى لابسالي حاجة حلوة كده وحاجة لذيذة وتعوض لي عزوبية السنين اللي فاتت. قلت لها طيب يا حبيبتي خدي راحتك على الآخر، البيت بيتك وبقت شقتك وكل حاجة، خدي راحتك وخدي اللي انت عايزاه وخشي براحتك. ماشي مش هتأخر. طلع براحتك، خدي فرصتك وخدي وقتك وخدي اللي انت عايزاه، اديني انا قاعد اهو لحد ما تخلصي وتنادي عليا، محتاجة مساعدة ناديلي على طول. طيب قلت لها مالك يا حبيبتي في ايه؟ قام بصيتلي كده ماليش. ايه يا بنتي مالك؟ في ايه انت اتحولتي كده ليه؟ في ايه مالك؟ مفيش مفيش في ايه مالك؟ في ايه؟ ما انا قلت لك ماليش ومفيش، انت اللي عمال تسأل كتير. يلا انا هدخل دلوقتي على الأوضة غير. ماشي يا حبيبتي خشي خدي راحتك، يلا خليك بقى انت هنا، اوعى تيجي ورايا، اديني حذرتك وقلت لك اهو. خلاص ما تخافيش قوي كده، اديني قاعد مكاني اهو، خشي انت شوفي انت هتعملي ايه واعملي اللي انت عايزاه. طيب هي مالها بتكلمني بنشوفها كده ليه؟ يعني هي مش متوترة مش مكسوفة، بس هي بتكلمني بنشوفية. عادي يا ابني، ممكن هي بتتصرف كده لما بتتوتر، كل واحد لما بيتوتر بيبقى ليه ردة فعل، ويمكن دي ردة الفعل بتاعتها. وفعلا راحت دخلت، وانا فضلت قاعد مكاني ومستني. عدت ساعة والهانم ما خرجتش، عدى ساعة ونص والهانم ما خرجتش. هي هتبات جوه ولا تكون نامت ولا عملت ايه دي؟ طب انا هخبط عليها، كنت سايبها تخرج براحتها، طب اعمل ايه؟ كنت عمالة افكر مع نفسي وانا مش عارف، لحد ما قلت طب خلاص استنى كده 10 دقايق، ولو ما خرجتش روح انت خبط عليها وشوفها. وفعلا فضلت قاعد مكاني، ومش بس عدى 10 دقايق، انا خليت كده يعتبر توتال كله عدى ساعتين وهي الهانم لسه جوه مخرجتليش. قمت انا رحت مقرب من الباب وقلت اخبط الاول علشان ما تقولش عني ان انا مستعجل. وقلت حبيبتي انتي خلصتي ولا لسه؟ ده انتي بقالك ساعتين جوه، ده انتي لو كنتي بتلبسي الدولاب كله كان زمانك لبستيه. مفيش رد. ايه ده؟ في ايه دي؟ حد خطفها جوه دي ولا ايه؟ حبيبتي انتي سامعاني؟ انتي فين ولا بتعملي ايه ولا ايه؟ مفيش رد. الله. رحت فتح الباب ورحت داخل، لقيت اللي قاعدالي على السرير ولابساني ترنج شبابي انا نفسي ما بلبسوش، واسود كده ودنيا هباب، انا نفسي ما بلبس كده. ولقيتها يا ريت بس على كده، لقيتها قمطالي قمطة على دماغها. حبيبتي هو انتي القمطة دي مش لسه بدري عليها شوية؟ انا عارف القمطة دي بتيجي بعد عيل 2، لكن من ليلة الدخلة كده ده كتير بصراحة يعني. مش لسه بدري على القمطة دي حبيبتي يعني؟ ولا انتي شايفة ان انا بأفور؟ لا مصدعة. طب انتي بتكلميني كده ليه؟ طيب في ايه؟ انا عملت ايه؟ طب هو ايه اللي انتي لابساه ده يا حبيبتي؟ لابسة ترنج، هلبس ايه يعني؟ هقعد لك ملط يعني ولا ايه؟ لابسة ترنج هكون لابسة ايه؟ طب هو ده الترنج بتاعي من دولابي، بس انا عمري ما اجيب الترنج ده ابدا، ده مش ترنج، ده انا حاسس ان انت لابسه ملحفه يا بنتي ولا في ايه؟ انا مش فاهم انت لابسه ايه، انت جايبه منين الترنج الرجالي ده؟ هدومي انا اللي جايباه لنفسي. جايباه لنفسك؟
ايه ده، انا مش فاهم حاجة. قامت قالت لي مش مهم تفهم، خليك بقى زي ما انت كده وملكش دعوة بيا. المهم رحت قاعد جنبها. انا عارف يا حبيبتي ان كل واحدة بتبقى متوترة ومكسوفة في اليوم ده، بس انتي ما تقلقيش، وبعدين انا مش مستعجل على حاجة، احنا قدامنا العمر طويل، بس فكيها معايا كده علشان اعرف ان انا اخد ودي معاكي، ما تبقيش قافلاها في وشي كده. ما انا كويسة اهو، ما فيش حاجة، انا عاملة ايه يعني؟ طيب يا بنتي اقولك ايه، طب اهدي كده وما تقلقيش من حاجة، وانا معاكي وكل حاجة تبقى زي الفل، مش قلقانة. هي مالها دي بتكلمني بالنشوفية دي كده ليه؟ المهم قلت لنفسي خلاص نعدي الليلة دي، ممكن هي تكون تعبانة متوترة مكسوفة، ده اللي انا خمنته وده اللي انا قلته يعني. طبيعي اي حد بيبقى مكسوف في الليلة دي وتبقى فيها توتر وفيها كسوف وفيها الكلام ده كله. وفعلا عديت اليوم ده. تاني يوم قلت بقى اصحى انا من بدري، اعمل بقى ايه، عشاء رومانسي كده وايه والدنيا دي كلها. قمت طبعا صحيت انا من بدري وقلت اقوم اعمل فطار بقى رومانسي والدنيا دي كلها. دخلت على المطبخ وعملت شوية حاجات من اللي بشوفها في التلفزيون، وخدت الصينية ودخلت لها على الأوضة وحطيت لها الحاجة في الوقت ده وصحيتها، يلا يا حبيبتي الفطار جاهز، مش عايزة تفطري؟ يلا عشان نفطر مع بعض. قامت فتحت عينيها كده وقالت لي فطار ايه؟ انا ما بعرفش اقوم افطر كده، انا لازم اقوم من الاول اخد الشوب بتاعي. قلت لها شوب ايه ده؟ قامت قالت لي استنى استنى هتعرف دلوقتي، وقامت دخلت على المطبخ. شوب ايه اللي هتقوم تاخده على الصبح كده دي؟ وفعلا راحت في الوقت ده دخلت على المطبخ. قمت انا دخلت وراها على طول، لقيتها طلعت كيس الحليب حطيته، طلعت البيضة وضربتها وحطيتها في كوباية اللبن. قلت لها ايه ده يا ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ قالت لي يا ايه اللي يا ده فيه فيتامينات قد كده، هيخلي جسمك ايه حديد. ماشي حبيبتي بس ايه، مين اللي يريحك؟ انت كل واحد ليه اللي يريحه، انت اعملي اللي انت شايفاه صح واللي يريحك. انا مرتاحه كده خلاص، اسكت، دي احلى كلمه انت قلتها، اسكت بقى واقفل على الموضوع. ماشي يا حبيبتي اللي يريحك. سكت وقامت شربية كله على بق واحد، وانا فعلا واقف بقى بصلها كده، ايه ده؟ لا لا انا مش مستوعب، انا واقف مكاني مصدوم، انا حاسس ان هو ايه، لا لا مش قادرة استوعب حاجة. وقامت بعد كده خرجت وراحت قعدت، ولقيتها حطت الفطار قدامها، قالت لي ايه الفطار النايتي ده اللي انت عامله ده؟ هو ده فطار؟ ده فطار بتوع ناس نايتي وبتوع ناس، احنا مالنا بالاجانب يا عم، انت بتتفرج على افلام كتير ومسلسلات تركية ولا ايه؟ لا 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 لا، احنا ناخد كده ايه، فطار كده يضم عضمنا انا وانت. ماشي يا حبيبتي اللي انت شايفاه. المهم سكت وعديت، وكنت عمال اعدي وكنت ساكت، بس الوضع عمال يستمر. وعدى اسبوع وانا وهي مفيش اي حاجة، وهي بتعاملني كأني بعامل راجل، ما بعاملش واحدة ست نهائي. فالمهم انا، طب اعمل ايه، طب استأذنها طيب دي ولا ايه؟ قربت منها وقلت لها حبيبتي هل يمكنني بقى الدخول بكي؟ قامت قالت لي بلى، لا يمكنك. ايه؟ طب احنا هنقضيها كده ولا ايه؟ المهم انا خطوبتي بيها اساسا وفترة تعرفنا دي ما كملتش شهرين، يعني انا خطبتها في شهرين واتجوزنا في هي الخطوبة كلها تمت شهرين، فترة الخطوبة بتاعتنا اساسا ملحقتش اعرفها وملحقتش اعرف اي حاجة. ايه اللي كانت جايبها لي؟ كانت امي، وقلت ان هي خلاص نقوت امي والدنيا دي كلها، فخلاص الدنيا هتبقى اكيد حلوة. اللي هو بقى انا مصدوم من اللي بيحصل. قامت قالت لي بص بقى، انا متعودة وعشت طول حياتي مع شباب، وكانت عيشتي كلها مع اخواتي،
واخواتي الشباب وانا البنت الوحيدة، وكان دايما ابويا بيعاملني ان انا ولد زيهم، وعمره ما عاملني ابدا اني انا بنت. وانا اتعودت وطلعت على اساس اني انا ولد زي اخواتي، ومش قادر ان انا اتأقلم ان انا اكون زي البنات. ابويا كان كل ما يعمل حاجة يقول لي انتي ولد، انتي راجل، انتي معرفش ايه. وللاسف عودني على كده، لدرجة ان انا مش قادرة اشوف نفسي بنت، ولا قادرة اهتم بنفسي زي البنات بالظبط. ومش عارفة الوضع ده ممكن يستمر ازاي، بس انا بقيت اتعامل زيهم. ودي مش حاجة مش بإيدي، لأني أنا للأسف كبرت وطلعت وأنا المفروض بتعامل كأني شاب. وأنا حقيقي مش عارفة أنا حتى المفروض أتصرف ازاي أو أعمل معاك ايه. أنا سمعت الكلام ده بقيت عمالة أفكر ومش عارف أنا المفروض أعمل ايه. المهم فضلت أحسبها كده مع نفسي، وحقيقي مش عارف ايه اللي انا ممكن اعمله اتجاهها، وايه الخطوة اللي ممكن اخدها اتجاهها. انا مش عارف. ارجوكم قولولي اعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحب المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلته بالظبط. هي اتعودت انها عاشت مع شباب، واتعودت ان عيشتها زيها زي الراجل بالظبط. هي شايفة ان خلاص تعاملها بقى ميري، اللي هو بقى زي الرجالة بالظبط، هتعامل زي الرجالة، هتكلم زي الرجالة. وللأسف ممكن يكون اللي مسبب لها كل ده زي ما هي بتقول كان والدها كان دايما يقول لها انت راجل، انت ولد، انت معرفش ايه، انت لدرجة ان هي خلاص بقت شايفة نفسها ان هي ولد، وبقت شايفة نفسها ان هي خلاص هتتعامل زي الولاد، علشان خاطر اتربت وعاشت في البيئة اللي هي شباب، عيشة شباب، تعامل شباب، كلام شباب، طريقة شباب والكلام ده. فانت شاريها وحاسس انها بنت كويسة ومعجب بيها وحاببها، يبقى انت هتتعب شوية، بس معلش. او لما تتأقلم هتلاقي ان هي بتعمل احسن ما عندها. فانت تبدأ بقى ايه؟ طب تعالى اجيب لك انا بقى حاجة على ذوقي، تعالى اجيب لك مثلا بلوزة على ذوقي، تعالى اجيب لك مثلا حاجة للبيت على ذوقي، تعالى اجيب لك معرفش ايه، تعالى نجيب ميك اب وتعلمي حطي مش عيب، تعالي معرفش ايه، تعالي ايه. فانت خدها كأنها ايه، طفلة كده هترجع تعمل لها اعادة تأهيل من اول وجديد. فانت ترجع تأهلها من اول وجديد عن كل الحاجات دي. فتبدأ ان انت مثلا تقول لها ايه، اعملي كذا، طب ايه رايك البسي ده، طب اختاري ده، طب اختار لها واتكلم معاها. ممكن هي من جواها حابة تتغير بس مش عارفة ازاي، هي عاشت عمرها كله كده، فانا مش عارفة انا المفروض اعمل ايه. فانت ابدأ ان انت فهمها، وابدأ هتلاقي مثلا حاجات من اللي انت عايزها او الحاجات اللي انت بتحبها، وده طب البسينا بقى ده النهاردة. ولو ما بتعرفيش تحطي ميك اب ممكن تفتحي حاجات من على اليوتيوب مثلا، وتبدأي تشوفي الطريقة ازاي، وتبدأ انت تتكلم معاها وتبقى الداعم ليها. لما تحس ان انت بتدعمها وتحس ان انت معاها وتحس ان انت واقف في ظهرها، يمكن هي تتغير علشانك. لما تحس ان انت شاريها وخايف عليها وخايف على بيتكم وخايف على مصلحتكم، فهي ممكن تتغير وتلاقي نفسها ان هي بدأت تحاول ان هي تبقى زيها زي اي بنت طبيعية. طب انت عملت كل المحاولات دي وللأسف أدت للفشل، يبقى هي أكيد عندها مشكلة نفسية. ممكن تكون في حاجة هي مش قادرة تقولك عليها، ممكن اتعرضت لحاجة صعبة، ممكن أبوها هو سبب عقدتها، ممكن تكون في مشكلة نفسية حصلت معاها. فأنت لو المحاولات دي كلها فشلت، فآخر حل ممكن تاخده وتقول لها ايه رأيك طب نروح لدكتور نفسي، يمكن انتي عندك مشكلة نفسية، ممكن مثلا في حاجة مضايقاكي، ممكن في حاجة هي اللي مخلياكي كده، ففيها ايه لو احنا رحنا وحاولنا نعالج الحاجة دي والدنيا دي كلها تبقى تمام. فانت تتكلم معاها بهدوء وتبدأ ان انت تقنعها، وفي الوقت ده فعلا تاخدها وتروح بيها للدكتور النفسي، ويبدأ هو يشوف يقرر حالتها ويقولك هي المفروض ايه. بس طبعا فكرة الدكتور النفسي دي نخليها اخر حاجة، ونعمل زي ما انا بقولك ان انت تحاول تسايسها،
تحاول تفهمها، تحاول تجيب لها مثلا حاجة جديدة، تحاول ان انت تعلمها، تحاول ان انت مثلا توريها وتقول لها بصي طب جربي كده مثلا، شوفي الفيديو ده واعملي زيه. ناس كتير بتتعلم من خلال فيديوهات وبيشوفوا ايه الصح وايه الغلط، فعادي ممكن تتعلمي زيهم، مش غلط ومش عيب. فتبدأ تتكلم معاها كده واحدة واحدة، ومحاولتك معاها تبقى بهدوء وفيها حكمة، وتبقى إنسان كده متحكم في أعصابك، علشان ما تحسش إن أنت مثلا بتقل منها، أو ما تحسش إن أنت بتحسسها إن أنت مش طايقها أو مش عاجبك وضعها أو الكلام ده كله. ودي كانت وجهة نظري أنا، ولو حد عنده أي وجهة نظر تانية لي يسيبها لي في الكومنتات، ولو حد عنده أي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.